السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لحلقاتنا مع دكتورنا العظيم دكتور هيثم. آآ، موضوع مهم برضه من ضمن المواضيع الشائكة اللي إحنا بنتكلم فيها، وهي موضوع إنكار السنة النبوية. الموضوع ده يا دكتور من ضمن المواضيع الحساسة اللي إحنا دايمًا بنقعد نتكلم فيها كشباب على السوشيال ميديا، إن في ناس كتير بتقعد تشكك في السنة النبوية، وإن الحاجات ديّة مش موجودة، وإيه ضماناتها ووصلت لنا إزاي. إيه اللي أقدر أرُد بيه لمّا حد يقول لي اللي أنت بتقوله ده غلط، أو إيه ضمّنك إن الحاجات ديّة صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في أول مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عجيب في هذا الموضوع. يقول: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، هو القرآن وبس. فهؤلاء شياطين هيطلعوا في آخر الزمان. بنص القرآن هؤلاء انقلبوا على أعقابهم. حد اتولد مسلم في البطاقة وعاش مسلما حتى تبنى هذه الفرية العظيمة إنكار السنة، فانقلب على عقبيه بنص كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. القبلة أين هي؟ الأول كانت فين؟ بيت كانت بيت المقدس. المقدس في فلسطين. طب أين في كتاب الله هذا الكلام؟ ده كان بالسنة وليس بالقرآن. فالسنة عند الصحابة واجبة الاتباع. فالله يخبر أن القبلة تحولت إلى اللي بعدها بقى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نحو بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول يلتزم بالسنة، يلتزم بما أمر صلى الله عليه وسلم، ممن ينقلب على عقبيه. فكل منكر للسنة هذا منقلب على عقبيه، هذا أفسد في دين الله عز وجل. فأنت لن تعرف كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج إلا بالسنة. لن تعرف أغلب الأحكام الشرعية إلا بالسنة. فالسنة ضرورة لفهم كتاب الله عز وجل، ضرورة حتى أطبق كتاب الله عز وجل في القرآن وأقيم الصلاة. طب كيف أقيم الصلاة؟ بالسنة. الصلاة كم صلاة؟ الركعات، ماذا أقول في كل ركعة، في السجود، في الركوع، كيف أركع، كيف أسجد، الأذكار، كل هذا لا يعلم إلا بالسنة. فالقرآن دستور والسنة قوانين شارحة. فعشان كده السؤال ده مهم طيب جدا. هي القصة في حتّة إن هو بينكر السنة، يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه ده جاوب على 50% من السؤال، ال50% التانيين حتّة إيه ضمّنك إن أنت طول ال1400 سنة اللي فاتوا دُولة السنة دي بتصلك بشكل صحيح؟ طبعا ده سؤال أي نعم جميل، لكن بينم عن أن الشخص اللي بيطرح هذه النوعية من الأسئلة لم يدرس يوما ولو صفحة في الحديث النبوي. وده وارد جدًا في ناس كتير بالظبط ولا مصطلح حديث. عشان كده دايما بنقول وأشكرك على طرح هذا السؤال: لازم أطور نفسي في فهم السنة وفهم المصطلح وكيف جمعت هذه السنة. السنة جمعت بين يديه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان في 52 صحابي، 52 صحابيا كتاب السنة كتبوا السنة بين يديه صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. عندنا كتاب بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص اسمه الصحيفة الصادقة، كان فيه 1000 حديث. وعندنا كتاب أنس بن مالك، كتاب سعد بن عبادة، كتاب جابر بن عبد الله، كتب حديثية كثيرة كتبت في عهد النبوة. يعني والتابعين يعني السنة تم توثيقها من خلال 52 كتبت صحابي. وحفظت في عهد النبوة، ثم نقلت للتابعين، والتابعين كتبوا ودونوا وجمعوا. وأتى بعد كده طبعا ثم بعد ذلك بقى جمع الأسانيد وإتقان الأسانيد وجمع الأحاديث في باب واحد في موضوع واحد، وده حصل على يد الأئمة. فالسنة مكتوبة موثقة تمام. مسموعة محفوظة من عهد النبوة. تمام جدًا. فاستكمالا للأسئلة اللي إحنا اتعودنا مع حضرتك عليها، منزلة أو قدر السنة في حياتنا اليومية في الإسلام. هو طبعا احنا اسمنا أهل السنة، أهل السنة والجماعة، والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بإجماع الأمة. تمام؟ والسنة على العمل بها الأمة كلها، فهي سبيل المؤمنين. وشوف هذه الآية: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالله توعد من يخالف سبيل المؤمنين بنار جهنم. طيب المؤمنين عبر تاريخ الأمة على التسليم بالسنة والعمل بها ولا لا؟ بإجماع الأمة أجمعت على الأخذ بالسنة وعلى العمل بها، وفي الآيات ما لا حصر له على ضرورة اتباع السنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدايما يعني النص القرآني دايما في اتجاه ان انت لن يكون عندك الإيمان إلا باتباع السنة وما عليه سبيل المؤمنين. اللي هو يعني دايما القرآن بيقول ان خد رقم واحد الآية القرآنية، خد القرآن وبعد كده خد السنة النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لو في حد تاني من الجمهور عنده سؤال. هل السنة اتدونت بعد 200 سنة؟ هل السنة اتدونت دونت بعد 200 يعني سنة. ده سؤال بيطرح برضو حتة شكوك كتيرة، اللي هو انت لما السنة تدون مثلا، حد يجي يكلمني يقول لي طب السنة، خلينا انا نفترض ان انا النهارده حد عندي شكوك، حد يكلمني يقول لي ان السنة ديت تم تدوينها بعد 200 سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. ال 200 سنة دولت احنا بنتكلم مثلا في كام قرنين حقبة من زمنية، الزمان. كذا قرنين، حقبة زمنية، اكيد في اشخاص كتير جدا اتغيرت. هل في ال 200 سنة دول ما تمش التلاعب فيهم؟ هو ده سؤال مهم، واحنا كنا اجبنا حتة منه في اول السؤال طرحته حضرتك. ان السنة كتبت في عهد النبوة عن طريق ال 52 صحابي اللي احنا ذكرنا في حديثنا. وحفظها مئات الصحابة. عندنا 1000 صحابي نقلوا السنة بالسماع و52 نقلوها كتابة. تمام كده؟ فاحنا عندنا الآن نقل حديثي عملاق من أول لحظة. تمام؟ لكن هو السائل بيسأل السؤال ده وبيبقى بعض أوقات عنده نوع من أنواع عدم الصراحة والوضوح. إزاي؟ لأن في فرق بين الكتابة والتدوين. يقول لك دونت بعد 200 سنة، بيعتمد ان المشاهد لا يعرف الفرق. فالسنة كتبت من اول يوم باجماع الامة. تمام. لكن التدوين اللي هو جمع كل السنة في كتاب واحد او في مشروع واحد ده تأخر، لكن ليس 200 سنة طبعا. في عهد الصحابة كان كثير ابن مرة تلميذ عمر بن الخطاب وتتلمذ على يد 70 بدريا ممن شهدوا بدر. كثير ابن مرة بدأ هذا المشروع ان هو يجمع كل السنة في مشروع واحد، واكمل هذا المشروع ابن شهاب الزهري وابو بكر بن حزم في عهد عمر بن عبد العزيز. فاحنا ما اخرناش ال 200 سنة. يعني معلومة مهمة جدا برضو دلوقتي، ان انا لما اجي اتكلم مع حد اقول له لا، في فرق ما بين التدوين وفي فرق ما بين الكتابة. ان انا في فترة زمنية كانت بعد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام واثناء حياته دي كان بيتم فيها الكتابة وليس التدوين. ولما عدت الفترة الزمنية ايا كانت هي 100 سنة 50 سنة 200 سنة تم تجميع كل الكتابات ديت فمثلا في كتاب مشروع واحد حديثي واحد. نعم. وبقى اسمه ده اللي احنا السنة بنسميه المدونة. السنة المدونة. بالضبط كده. بس ده بدأ في عهد الصحابة، بدأ في عهد كثير ابن مرة يعني تلميذ قصة ال عمر. 200 سنة ديت بتتقال هي فقاعة لأن هم بيربطوا البخاري بجمع السنة. يعني ده شيء صراحة مضحك، يعني لأن كل حديث في البخاري موجود عند التابعين، موجود عند معمر بن راشد وابن جريج وابن وهب والأوزاعي كان والثوري. مكتوب طبعا. مم. ومحفوظ كمان. السنة محفوظة مكتوبة من عهد النبوة. فهو بيخيل للإنسان البسيط العامي إن أول حد جمع السنة هو مين؟ البخاري على فهمهم. ويستغل منكر السنة هذا الجهل عند الناس، لأن منكر السنة بيتمدد في مساحات الجهل عند الناس. فيقول بس شوف البخاري بينه وبين النبي، هو البخاري أول ما جمع السنة؟ والبخاري كل ما فعله إنه جمع أقوى الطرق وصنفها في أبواب. انت كده بتأكد لي معلومة كانت عندي يعني ما بين الصح والخطأ، وهي حتة ان البخاري لما جمع الأحاديث النبوية الكام ألف حديث اللي تم جمعهم، في ناس بتشكك بتقول لك تعالى نحسب ان الكام ألف دولت وهو عاش كام سنة، ولو جمعناها بالموضوع صعب جدا وان استحالة وان ده خرافات. فانت كده حضرتك صححت لي معلومة، وهي ان هو اصلا دون احاديث هي كانت مكتوبة. حسنت. هو ما راحش يسافر عشان يجيب الحديث من فم فلان دي كده بتأكد موجودة منتشرة ان الاحاديث كانت مكتوبة، ما كانتش مدونة. طيب في اي سؤال تاني؟ اسمح لي يا دكتور، في فئة من الناس بتنكر السنة، ازاي ارد على الناس دي بس بالعقل والمنطق؟
هو واخد السؤال من ناحية العقل والمنطق وليس الدين، يعني أنا أقدر إزاي أقنعه من الناحية العقلية؟ طيب من ناحية عقلية، عندما نجد أن من نقل كتاب الله عز وجل ومنكر السنة يسلم بكتاب الله، كتاب الله منقول بالتواتر، تمام؟ تواتر يعني إيه؟ جمع كبير جدا من الناس نقل كل آية لجمع كبير جدا من الناس، تمام تمام، كده؟ تمام. في أحاديث عندنا منقولة بالتواتر، إن منها مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام. هذا الحديث رواه 200 صحابي، 200 صحابي متواتر. فهذا الحديث لو أن السنة ليس لها حجية، فلماذا التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو السنة ملاش حجية، طب ما نكذب عليه عادي، لماذا الكذب عليه ليس ككذب على أحد؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن السنة ينبني عليها تشريع، ينبني عليها عمل، ينبني عليها دين. ثانيا في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني طبعا الآية نزلت في غزوة بني النضير، غزوة بني النضير عندما قطع الصحابة النخيل، فاليهود قال لك بص بيقطعوا النخيل، فربنا قال إيه؟ ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذا الفعل هو وحي إلهي، مع أنه لم يرد في كتاب الله الأمر بقطعها. إذن فعل الصحابة بأمر النبي وحي إلهي، إذن السنة وحي إلهي. ثالثا الأحاديث فيها كثيرا الكلام عن الغيبيات، ماذا سيحصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في الأمة، ماذا سيحصل في آخر الزمان، غيبيات حتى عن الجنة والنار وما إلى ذلك. فلو أن السنة ليست وحيا فكيف عرف صلى الله عليه وسلم بهذه الغيبيات؟ والغيبيات في مجموعها تفيد التواتر في النقل، لأن مئات الأحاديث في الغيبيات يرويها مئات الصحابة، فدي منقولة أيضا بماذا؟ بالتواتر الذي نزل به كتاب الله، الذي نقل به كتاب الله عز وجل. فإذا التسليم بأن هناك أحاديث تتناول غيبيات هذا يفيد أن السنة وحي إلهي. طيب أقوى كتاب دلوقتي يا دكتور مثلا، أو مرجع ممكن الشباب تقدر تبحث عنه عشان يطلعوا باستفاضة عن الناس اللي يعني أنا النهاردة عندي شكوك في السنة إن هي وصلت لنا كاملة أو إن هي وصلت لنا بشكل سليم أو صحيح. إزاي أنا يعني أنهي أو أقضي على الشكوك اللي جوايا ديت واطلع باستفاضة على بعض المصادر اللي تقدر تقويني، يعني مصدر يعني مهم لو مصدر واحد. هو أنا جمعت كتاب في هذا الموضوع من مراجع قوية، أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة كثيرة في هذا الباب، متاح على النت مش داعي لي ولا حاجة يعني. كتاب اسمه منكرو السنة المذهب الضال عن القرآن، كتاب خفيف فيه أدلة عقلية وأدلة نقلية ورد على أشهر شبهات هؤلاء، فمفيد إن شاء الله في هذا الباب يعني. طيب عظيم جدا يا دكتور، يعني دي نقدر اللي عايز يطلع على المصادر دي يرجع للموقع اللي حضرتك ذكرته، او نقول لحضرتك يرجع للقناه بتاعت حضرتك او الصفحه هو الكتاب يعني متاح على النت في كذا موقع يعني. طيب. منكروا السنه المذهب الضال عن القران. تمام. لو في حد من الشباب عنده سؤال تاني. عندي سؤال لدكتور هيثم. حضرتك الفتره اللي فاتت سمعنا تشكيك في نقل الصحابه للاحاديث، وهل فعلا سيدنا ابو هريره نقل كل الاحاديث دي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لعبة منكر السنة دايما في الهجوم على الصحابة، الهجوم على الصحابة والتشكيك فيهم، وأكتر حد بيهاجموه أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه طبعا أكتر حد روى أحاديث. لكن لو جمعت كل أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه تجد إن عددها من غير المكرر 1336 حديثا بس. وأي حد منكم لو حب يطلب علم شرعي فبيجد إن هو المفروض بيحفظ بعد وقت كتاب اسمه بلوغ المرام، بلوغ المرام. أحاديث هذا الكتاب أكبر من هذا الرقم، يعني أي شاب بيقدر يحفظ هذا الرقم أصلا، هذا أولا. ثانيا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الأحاديث التي انفرد بها مجموعة كم حديث؟ 42 حديث فقط. يعني كل الدوشة اللي بيعملها منكر السنة في هذه الأحاديث،
بقية الأحاديث رواها معه صحابة آخرين. فالفكرة مش قصة إن أبو هريرة أكثر أو أحاديثه كثيرة، هي الفكرة إن هم عايزين حد يهاجموه. طب مين هنهاجمه؟ أبو هريرة. كتاب السنة نهاجم مين؟ الأشهر مين؟ البخاري. الفقه أشهر فقيه مين؟ الشافعي. فالهجوم مش هجوم بحثي ولا هجوم علمي، لا، الهجوم مغرض، لأنه عايز يوهن هيبة السنة في قلب المسلم، عايز يخلي المسلم يشك في السنة عشان يطلع جيل يطعن في القرآن. لأنه أول، زي ما ذكرنا في حلقات سابقة، إن أول خطوة رجال الدين ومن نقلوا لنا الدين، بعدها الجيل الثاني على أمل إنه يطلع، وإن شاء الله لن يخرج، يهاجم الدين مباشرة. فدي اللعبة، مش قصة أبو هريرة ولا طب الصحابة. احنا يا دكتور قبل يعني قبل ما نختم، الفرق سريعا ما بين منكري السنة وما بين التنويري، لان أنا كده هيحصل عندي التباس، ولا هل الاثنين تحت قائمة واحدة؟ هو كل تنويري منكر للسنة، كل تنويري منكر للسنة، وليس كل منكر سنة تنويري، لأن منكر سنة يكون أصلا عنده بس إشكالات، عايز يفهم او التباس القصة في امر ما. أحسن، مش مغرض. يعني برضه عشان احنا نكون عندنا إنصاف في التعامل، مش كل منكر سنة يبقى غرضه هدم الإسلام وبيستخدم اللغة دي عشان لا، في حد فعلا معاه إشكال معرفي زي ده، واحنا الموضوع ده موجود مش يعني فاهم سؤال في دول بالظبط. في دول عندها في سنة معينة، في دولة تانية يعني احنا مثلا كان في زيارة بتاعتنا بتاعت اندونيسيا، في عندهم مثلا سنة ما تلاقيها عندنا هنا مثلا في مصر مش موجودة. قصدك يعني تطبيق عملي لبعض الأحاديث. هتلاقي انت هنا السنة مفهومة بشكل ما، يطبق عمليا بعض فهنا الأحاديث، لا ينطبق عليهم، احنا مش بنطبقها لا بالعكس. لا، هنا لا ينطبق عليه فكرة التنوير، او ان هو بيتبع، او ان الدولة دي تتبع كده. بس مش فاهم الحتة دي، مظبوط، ده لبس. حد يوضحها له، حد بس، ولو شرحت له خلاص الموضوع انتهى. طب نشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان احنا ما نكونش طولنا عليك. لا انا اشكرك، والحلقة ما شاء الله. وشكرا لسعة صدر حضرتك، وطبعا الشباب في اي وقت زي ما قلنا لحضراتكم، الدكتور هيثم سايب لكم الموقع والكتاب بتاعه، تقدروا ترجعوا له في اي وقت. في نهاية الحلقة يعني سعيدين جدا جدا باللقاء ده، وبنشكر حضرتك جزاك جدا. الله خير، ربنا يسعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.